عليه الصوت. محمد عبد المعز علام، جراح اوعيه دمويه وبشتغل في مستشفى الساحل التعليمي. حاصل على عضويه كليه الجراحين الملكيه 2010. هو مقدم مساهمه الحقيقه تتضمن يعني مقارنه ترجمات ومقارنات مع بعض الفقرات الشبيهه في الدستور البرازيلي وغيره. اللحظه الفارقه يوم 11 فبراير 2011 كانت لحظه حاسمه من وجهه نظري. بدا المنحنى ياخد شكل نزولي من اول ما بدانا نتخلى عن اهداف الثوره اللي هي عيش، حريه، عداله اجتماعيه، اللي هي باختصار المطالب الاقتصاديه والاجتماعيه. تم استهلاكنا في سنه ونص في جدل لا طائل منه حول مثلا اشياء مثل مدنيه الدوله ضد عسكرتها او ضد ثيوقراطيتها، والكلام ده كله مهم جدا، بس ده جزء من الحلول السياسيه والفرديه اللي ممكن نتكلم فيه 20 سنه من غير ما نوصل لحل. ابتعادنا عن الحلول الاقتصاديه والاجتماعيه هو اللي خلى الشارع انفض عنا وخلى الثوره تحولت الى جزء من الطرف الفكري. اللي احنا فيه دلوقتي محاوله بسيطه جدا في صياغه الدستور معركه، يعني لو نجحت وعملنا احسن دستور في العالم هنبقى عملنا جزء صغير جدا، لان بعد كده هنتكلم بقى في الاليات اللي تخلي الدستور دوت اللي هو احسن دستور في العالم يتم توقيعه على ارض الواقع بشكل او باخر. حق في الصحه. الحق في الصحه هو احد الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. طب ما هو تعريف الصحه؟ عندنا الهيئه العليا بتاعت الامم المتحده اللي هي منظمه الصحه العالميه حاطه تعريف كويس جدا للصحه، وهي حاله السلامه الجسديه والعقليه والاجتماعيه الكامله وليست مجرد الخلو من الامراض. وفي دستور منظمه الصحه العالميه بتقول ان التمتع باعلى معايير الصحه التي يمكن الحصول عليها هو حق اساسي لكل انسان بدون اي تمييز قائم على العرق او الدين او المعتقد السياسي او الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه. التعريفات دي بتحطنا امام تحدي كبير واحنا داخلين على صياغه الدستور بعد 25 يناير. هل في مواد نستعين بيها من ناحيه الترجمه ومن ناحيه التوثيق، مواد دوليه او مواد اقليميه نصت على الحق في الصحه كحق اساسي؟ لازم نبص في المستويات دي، مستويات المنظمات العالميه اللي خارجه من الامم المتحده والمنظمات الاقليميه والدساتير القوميه بتاعت البلدان المختلفه، وناخد في بالنا ان الدستور بتاع البلدان المختلفه وناخد في اعتبارنا ان دساتير البلدان المختلفه بتعكس الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه للبلد. الدستور هو يعني عقد، والعقد هو جزء من القانون، يعني مالوش تفاصيل القانونيه قوي بس هو عقد، وكما يقال القانون يقوم على الواقع بالاحاله الى ما يجب ان يكون عليه الواقع. يعني احنا عندنا واقع مزري عايزين انه يكون واقع سيء، عندنا واقع مثلا راس مالي عايزين يكون اشتراكي، ففي دساتير بتنص ان البلد نظامها اشتراكي. دستور البرازيل بالذات كانت في حاله تحول اقتصادي مثلا رهيب من بلد فقيره لبلد دلوقتي الاقتصاد بتاعها رقم 8 في العالم، فكانت دايما بتحاول تركز على حمايه هذا الحق، الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بالذات. عندنا العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه سنه 96، وعندنا اتفاقيات الحد من جميع اشكال التمييز ضد المراه، وعندنا اتفاقيه حقوق الطفل سنه 89. ديت حاجات تحت مظله الامم المتحده ركزت على الحق في الصحه كحق اساسي. عندنا في اتفاقيات اقليميه زي الميثاق الاجتماعي الاوروبي سنه 61، الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب سنه 81 وده مترجم، وفي حاجه اسمها البروتوكول الاضافي للاتفاقيه الامريكيه لحقوق الانسان في مجال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. دول امريكا اللاتينيه واسمه بروتوكول سان سالفادور. لو اتكلمنا على العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، الماده 12 بالظبط فيه بتنص على الاتي: من اهداف الدوله العمل على خفض معدلات وفيات الرضع وضمان نمو الطفل، تحسين النظافه البيئيه والصناعيه، الوقايه من الامراض الوبائيه والمتوطنه والمهنيه والامراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها، تهيئه الظروف المواتيه لضمان خدمات الرعايه الصحيه للجميع. اللجنه بتاعت الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وهي لجنه موازيه زي اللجنه بتاعت الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه اللي عندنا في الدستور، توسعت وحددت العناصر السبعه اللي هي availability التوافر، امكانيه الوصول اللي هي accessibility، وقسمت تحتها شروطها اللي هي عدم التمييز في الوصول accessibility، عدم التمييز في الوصول، وامكانيه الوصول المادي، والامكانيه الاقتصاديه للوصول اللي هي الافوردابيلتي، وامكانيه الحصول على المعلومات. وحكايه امكانيه الحصول على المعلومات ديت بتتضمن في جميع المواد تقريبا في كل الدساتير المحترمه. بعد كده المقبوليه اللي هي الاكسبتابيلتي والجوده. وفي ثلاث حاجات دايما بتتحط في التفاصيل اللي هم بيقولوا عليها دايما ريسبكت، بروتكت، فولفيل. الاحترام اي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحه،
الحماية أي ضمان ألا يقوم طرف ثالث غير الدول بإعاقة التمتع بالحق في الصحة. والأداء أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة. لو جينا على حاجة اللي تهمنا اللي هي النماذج الدستورية بقى، الدساتير القومية، لأن احنا بصدد يعني صياغة دستور قومي جديد بعد 25 يناير. تختلف صياغة الدساتير من بلد لأخرى، وتختلف طريقة عرض الدستور بحيث كونه مجملا أو تفصيليا. دستور الولايات المتحدة الأصلي كان حوالي 8 مواد في أوله، تمت إضافة تعديلات عليه كل فترة أو حسب وسائل الحقوق المضافة إليه. الدستور الأمريكي تمت إضافة وثيقة حقوق ليه سنة 1791. روزفلت نفسه يعني بعظمته هو الرئيس الوحيد اللي حكم 3 دورات بما يخالف الدستور الأمريكي، ما قدرش يمرر وثيقة الحقوق الثانية بتاعه في خطاب الاتحاد الشهير سنة 44. فوثائق الحقوق يعني موطن صراع ما بين السلطات المختلفة. التعديلات المضافة عبر السنين إلى نصوص الدساتير العريقة. بالنظر للحق في الصحة كحق أساسي، خلت العديد من الدساتير من الإشارة المباشرة الواضحة للحق في الصحة كحق دستوري، وإنما ضمنته كجزء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدون إفراد مواد أو فقرات لتشرح مدى تعريفها للحق في الصحة، أو الفرق بين الحق في الصحة والحق في الرعاية الصحية، وكيفية تحديد دور الدولة والحكومات في الاطلاع بمهمتها في حماية هذا الحق. مثلا الدستور الأمريكي خلى النص تماما حتى هذه اللحظة من كلمة صحة ومن كلمة رعاية صحية من أول الدستور لآخره. وفي التحليلات توجد إشارات وشروحات بتقول إن صائغي الدستور في الأساس في أمريكا كانوا مهتمين بضمان التحرر من سطوة الحكومة، قالوا عليها كده freedom from government. الولايات المتحدة بشكل أو بآخر بدأت زي الكيان الصهيوني ما بدأ بشكل استعماري استيطاني 13 ولاية لحد ما بدأوا يبقوا 50 ولاية. الدولة كانت قوية جدا، فالدستور كان من ضمن أولوياته الأساسية حماية المواطن من سطوة هذه الدولة، وما كانش همه في الأساس إنه يجبر الدولة برعاية المواطن. أهم حاجة عندنا نكون نحمي المواطن من سطوة الدولة اللي تتوسع. مثلا حق الحضور أمام هيئة محلفين اللي هو right to jury trial، الحق في الإحضار للمحكمة اللي هو writ of habeas corpus، حق حماية العقود protection of contracts، حق الحماية من القوانين الصادرة بأثر راجع اللي هي protection of post ex facto verdict. دي كانت حقوق فردية قليلة في الدستور الأساسي. سنة 1791 اتحط وثيقة الحقوق، كانت كلها حقوق اقتصادية، حقوق فردية وسياسية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. سنة 44 برضو حاول فرانكلين روزفلت يحط الوثيقة الثانية للحقوق اللي كانت بتضم الحق في الرعاية الصحية الكافية وفرص تحقيق صحة جيدة والتمتع بها. ده النص اللي هو كان حاطه، إلا أنها لم تمرر كحق دستوري كمان. وتستمر المحاولات في النموذج الأمريكي لتبين الآتي: أن الحق في الصحة غير متضمن بشكل واضح في الدستور الأمريكي. يجب التفرقة لنا كمصريين بين الحق في الصحة والحق في الرعاية الصحية. قررت المحكمة الدستورية العليا بأمريكا هي التي تشرع للحكومة كيفية الإنفاق على الرعاية الصحية بالإضافة إلى قوانين الكونغرس. ناخد نموذج لدولة نامية زي نموذج الدستور الهندي. هي قريبة منا بشكل أو كبير كقوة اقتصادية. برضه هنقول ان الدستور الهندي لا يحتوي نصا مباشرا يقر بالحق في الصحه كحق من الحقوق الاساسيه، وقد القى المشرع الدستوري المسؤوليه على الدوله في تمكين الحق في الصحه كجزء من ضمانه العداله الاجتماعيه والاقتصاديه. الدستور الهندي متقسم لاجزاء زي كل الدساتير بتاعت العالم. الجزء الرابع من الدستور الهندي اسمه المبدا التوجيهي لسياسه الدوله والصحه Directive Principle of State Policy and Health. يشير الدستور الى توجيهات محدده موجهه للحكومه لتحقيق اكبر قدر من الرعايه الصحيه الكافيه. مثلا في المادة 38 بيقول ايه؟ مسؤولية الدولة تحقيق النظام الاجتماعي وتعزيز الرفاهية، وبعدين بيقول ولن تتعزز هذه الرفاهية إلا في ضمان الصحة العامة. يعني حتى جايبها بشكل غير مباشر. مادة 39 هي بيقول إن حماية صحة العمال إحدى مسؤوليات الدولة. مادة 41 بيقول إن المساعدة الصحية من مسؤوليات الدولة خصوصا للمرضى والمعاقين. مادة 42 بتقول حماية صحة الأطفال الرضع والأمهات إحدى مسؤوليات الدولة. مادة 47 بتقول مسؤولية الدولة الأساسية في تحسين الصحة العامة بالإضافة إلى مسؤوليات أخرى أساسية كالضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة وتحسين ظروف العمل وتوجيه الرعاية الخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. مادة 48 ألف بتقول مسؤولية الدولة هي محاولة الوصول لبيئة نظيفة خالية من التلوث كإحدى وسائل تحسين الصحة العامة. الدستور الفرنسي، في مشكلة في الدستور الفرنسي إنه بيتغير حسب الجمهوريات. بس دستور الجمهورية الرابعة هو سنة 46 هو اللي نص
في المقدمة بتاعته، في المادة 11 من المقدمة بتاعته، على ان الحق في الصحة حق من الحقوق الأساسية. في دستور الجمهورية الخامسة تم تضمينه ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لكن في إشارة أخرى هنا على النموذج الصحي الفرنسي، مش على الحق في الصحة في الدستور الفرنسي. سنة 2000 منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن النظام الصحي الفرنسي من أنجح الأنظمة الصحية في العالم. وفي الحيثيات كانت بتقول أن النظام دوت يعتمد على سياسة دولة مركزية في إرساء نظم وقائية وعلاجية ناجحة تهدف إلى تحسين مستوى الصحة ككل. ولكن تجدر الإشارة هنا أن السياسات الصحية هي مسؤولية حكومية ولا تعكس دستورية الحق في الصحة. ولكن الجزء المهم هو تأكيد الدستور الفرنسي في الأساس من أيام الثورة الفرنسية على مبدأ المساواة في المطلق. فمبدأ المساواة في المطلق بيتم تكريسه في الحصول على الرعاية الصحية أو الحق في الصحة. النماذج الدستورية ديت يعني تم يعني الإشارة إليها لتبيان اختلافات الدول فيما بينها في التأكيد على الحق في الصحة والحق في الرعاية الصحية وتكريسها دستوريا. ولكن في نموذج فريد جدا هو النموذج البرازيلي. أحسن حاجة في النموذج البرازيلي ألا نعلق على أي مادة من مواد، ولكن مجرد قراءتها بس تكفي عشان احنا نبين قد إيه هم قعدوا حوالي 6 سنين يكتبوا في الدستور البرازيلي، وطلعوا في محاولات من 82 لحد ما خلص تماما سنة 88. هو متقسم لمواد كتيرة كالعادة وبنود. المقدمة اللي هي البريامبل، وبعدين الفصل الثاني اللي هي الحقوق الاجتماعية. في المادة 6 في الحقوق الاجتماعية بيقول التعليم والصحة والعمل والرفاهية والأمان والضمان الاجتماعي وحماية الأمومة والطفولة ومساعدة الفقراء هي حقوق اجتماعية وقررها الدستور. بعد كده بتراتب الأجزاء في الجزء الثامن من الدستور البرازيلي اسمه السوشيال أوردر، النظام الاجتماعي بتاع دولة البرازيل. وهي دولة فيدرالية كبيرة، يعني متقسمة الفيدرالية وولايات وبلديات واتحادات، وكل حاجة لها ميزانية. النظام الاجتماعي تم تقسيمه لفصول، وفي الفصل الثاني كان بيغطي حاجة اسمها الرعاية الاجتماعية. قسم الفصل الثاني لاسمين، اسم واحد واسم اثنين. الاسم الثاني كان كله كامل للصحة. مواده هي كالآتي: مادة 196 الصحة هي حق للجميع وواجب الدولة، وسوف يتم ضمانها كحق عن طريق سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض إلى جانب المخاطر الأخرى. وتكون هذه السياسات عامة وتهدف إلى المساواة في الحصول على الإجراءات والخدمات التي تهدف إلى تحسين وحماية واستعادة كفاءة الصحة. مادة 197 تمثل الإجراءات والخدمات الصحية أهمية عامة، وعلى الحكومة أن توفر أساليب الإشراف والتحكم بما يتفق مع اللوائح القانونية. وتطلع الحكومة بمسؤولية الإشراف والتحكم بنفسها أو عن طريق طرف ثالث أو أفراد أو كيانات خاصة ذات صبغة قانونية. مادة 198 تتكامل الإجراءات الصحية والخدمات العامة ضمن شبكة تسلسلية هرمية إقليمية لتمثل نظاما صحيا واحدا، اللي احنا لسه ما وصلناش ليه في مصر حتى الآن. والنظام الصحي الواحد لابد أن يتمتع بالآتي: رقم 1 اللامركزية ضمن إدارة واحدة داخل كل قطاع حكومي. رقم 2 كاملية وعمومية الخدمة الصحية مع ترتيب الأولويات لصالح النشاطات الوقائية بدون أي تحيز ضد خدمات المساعدة العلاجية. رقم 3 المشاركة المجتمعية. تمت إضافة فقرة واحدة لهذه المادة بتقول إيه؟ سوف يتم تمويل النظام الصحي الموحد طبقا للمادة 195 عن طريق ميزانية الرفاهية الاجتماعية للاتحاد والولايات والفيدرالية والبلديات ومن موارد أخرى. ممكن هنا في النموذج بتاعنا في مصر المادة ديت ليها تفصيل في الدستور البرازيلي، ديت تدينا مدخل ان احنا ممكن برضو نحط ايدنا على يعني اما نيجي نتكلم عن الميزانيه لا في ميزانيه. احنا بنتكلم عن الرعايه الصحيه. الرعايه الصحيه اكيد هيكون في فقره اخرى من الفقرات او في بند اخر ارتكل ثانيه حاجه ليها علاقه بالميزانيه، احنا عايزين نضمن حقنا في الميزانيه. ماده 199 بتقول نظام المساعده العلاجيه مفتوح للمؤسسات الخاصه، ودي حاجه مهمه جدا. تحتها افردوا 4 فقرات يعني ايه مؤسسات خاصه اللي ممكن تشارك في نظام الصحه الموحد. تستطيع المؤسسات الخاصه المشاركه بشكل تكاملي في النظام الصحي الموحد فيما يتطابق مع توجيهات الاخير. يعني قوانين النظام الصحي الموحد هو اللي يفرض قراراته على المؤسسات الخاصه، مش العكس. مش تصاغ قوانين لصالح المؤسسات الخاصه عن طريق عقود قانونيه عامه واتفاقات، على ان تكون الافضليه للمساهمات الخيريه والكيانات غير الهادفه للربح. فقره 2 ممنوع بسلطة الدستور والقانون أن يتم توجيه مخصصات التمويل والإنفاق العام لمساعدة أو دعم أي مؤسسة صحية خاصة تهدف للربح. رقم 3
فقرة 3 ممنوع دستوريا مشاركة الشركات الأجنبية أو رأس المال الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر في نظام المساعدة الصحية. فقرة 4 على القانون أن يوفر المعايير والمتطلبات اللازمة لتسهيل وتقنين إجراءات استخلاص الأعضاء والأنسجة والمواد البشرية بغرض زراعة الأنسجة، البحث العلمي، العلاج، بالإضافة إلى استخلاص الدم ومشتقاته، مع التشديد على تجريم الاتجار في أي من هذه المشتقات قانونيا. مادة 2 حددت واجبات النظام الصحي الموحد. خلاص اتفقنا ان النظام الصحي الموحد ليه 3 شروط اللي هو اللامركزيه والمشاركه المجتمعيه. ايه هي واجباته؟ واجباته حدد له 8 واجبات اساسيه. رقم 1 الاشراف والمراقبه والاداره لجميع الاجراءات والمواد والمنتجات ذات الصله بالصحه والمشاركه في انتاج الادويه والمعدات الصحيه والمنتجات المناعيه والحيويه ومشتقات الدم والعديد من المدخلات الاخرى. رقم 2 الاطلاع بمسؤولية الرقابة الصحية على النظافة والصرف الصحي والرقابة على المسببات الوبائية، كذلك كل ما له علاقة بصحة العمال. رقم 3 تنظيم دورات تدريبية للأفراد العاملين بقطاع الصحة. رقم 4 المشاركة في إرساء تعريفات السياسات الصحية وتطبيقاتها فيما يخص أساسيات النظافة العامة والصرف الصحي. رقم 5 دعم التطور العلمي والتقني ضمن إطار الإجراءات الصحية للدولة. رقم 6 الإشراف الصحي على المواد الغذائية فيما يتعلق بمحتواها الغذائي وكذلك المشروبات ومياه الشرب. رقم 7 المشاركة في الإشراف والرقابة على إنتاج ونقل وتوزيع وتخزين الأدوية النفسية والمواد السامة والمواد المستخلصة من المظاهر المشعة. رقم 8 التعاون في الحفاظ على البيئة بما فيها بيئة العمال. بمراجعة هذا النموذج الفريد يجب أن نتطرق إلى ما نصبو إليه في مصر في هذه المرحلة الحرجة. لو قدرنا نصل لصياغة تفصيلية مثل صياغة الدستور البرازيلي أعتقد هنكون نجحنا بشكل كبير. وكيفية إدراج الحق في الصحة والحق في الحصول على الرعاية الصحية كإحدى الحقوق الدستورية. وقبل التوجه إلى توصيات محددة أنا هحاول أنقل لكم وجهة نظر بعض الأشخاص العاملين في منظمات المجتمع المدني بيبصوا لنا إزاي كأطباء وبيبصوا لنا إزاي كعاملين في مجال يعني المدافعة عن الحق في الصحة. مش شرط ده يكون رأيي، بس ده رأيهم اللي سمعته كذا مرة. ايه هي مشاكل العمل الحقوقي فيما يخص الحق في الصحة في مصر؟ هم بيقولوا لم يتم تنظيم مؤسسات مجتمع مدني للعمل على الحق في الصحة في العقود الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات الحديثة ليست لديها الخبرات الكافية والتشابك الكافي مع باقي المنظمات التي تدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. رقم 2 معظم العمل الميداني كان مركزا داخل النقابات دون محاولة التركيز على تصور حل شامل للمشاكل الصحية في مصر. رقم 3 لجان الحق في الصحة داخل دورات مجلس الشعب الفائتة كانت مقيدة بأدوات السلطة التنفيذية وحتى بأغلبية الأعضاء المنتمين للنظام السابق. حتى اللجان المستقلة التي كانت وما تزال تعمل بشكل موازن غير رسمي ما زالت تعاني من نفس القصور فيما يخص التصور الشامل لحل الأزمة الصحية في مصر. رقم 4 حسب كلامهم برضو تم اختزال المشكلة في مقننات الإنفاق الصحي داخل الموازنة العامة، بحيث بات الهدف الأسمى للمطالبين بتحسين الأداء الصحي هو رفع نسبة مخصصات الصحة من الميزانية من 3% إلى 10 أو 15%. رقم 5 من ضمن المشاكل يوجد خلط دائم بين الحق الدستوري اللي هو الكونستيتيوشنال رايت والحق القانوني اللي هو الستاتيوتري رايت. فبينما الأول يتم إقراره عن طريق صياغة الدستور عن طريق صياغة مجتمعية ضمن لجان الجمعيات التأسيسية، فإن الأخير يتم إقراره عن طريق التفاعل مع مؤسسات الدولة أو كما يقال بحكم الدولة by virtue of the state. عدم وجود وحدات دعم قانونية بشكل كافي داخل الهيئات المتطوعة التي تهدف إلى تكريس الحق في الصحة، وعدم وجود حوار مجتمعي جاد حول مسألة الحق في الصحة، فكأن مسألة الحق في الصحة تم اختزالها داخل الأطباء. مسألة الحق في الصحة هي مسألة يعني 85 مليون مواطن مصري. ومع ذلك فإن الطموحات التي تهدف إلى تكريس الحق في الصحة كحق دستوري يجب أن تتضافر. وهذه الوثيقة تمثل اقتراحا مبدئيا لم يتم صياغة يعني مواد فيها. يعني اعتقد ان انا يعني اصغر من واقل خبره من ان اصوغ ماده. احنا قاعدين بنتكلم كده كلنا مع بعض عشان نصوغ ماده. يعني التوصيات هي كالاتي: يعني تكريس الحق في الصحه كحق دستوري، وتكريس الحق في الصحه كحق اساسي فاندامنتال رايت ضمن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. في محاولات جاده من كذا شخصيه جوه التاسيسيه لانهم يعملوا حاجه اسمها بيل اوف رايتس اللي هي صياغه وثيقه حقوق. هيحاولوا يعملوا وثيقتين على حسب اللي انا عارفه: وثيقه حقوق اقتصاديه واجتماعيه ووثيقه حقوق سياسيه وفرديه. فيجب ادراج الحق في الصحه ضمن اي صياغه لوثيقه حقوق، لان حتى الان انا سامع ان هو احتمال ما يتوافقش على ادراج الحق في الصحه ضمن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه
ويتم إدراجها في بند آخر اللي هو اسمه مقومات الدولة. ربط الحق في الصحة بباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في الغذاء والكساء والحق في السكن الملائم. تحديد مسؤولية الدولة فيما يتعلق بحق تقديم الرعاية الصحية ودرجاتها وأولوياتها وأساليب الإنفاق عليها، والتشديد على الإجراءات الخاصة بالفئات العمرية الحرجة وذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تقدم الرعاية الصحية بلا أي تمييز قائم على العرق أو الدين أو اللغة. الحق وبين الواجب، الحق والحق الدستوري، وده لازم يتصف في مادة أنا رأيي منفصلة. الواجب اللي هو يعني يساوي الرعاية الصحية واجب الدولة، ممكن نستفيد يعني ممكن نحط مادة منفصلة وتكون يعني 3 4 5 شهور مضغوطة، يعني نستلم فيها تجربة البرازيلية مضغوطة. المحور الثالث اللي هو المهم جدا ما حدش ركز عليه قوي، اللي هي وثيقة الحقوق. وثيقة الحقوق دي يعني يعني اللي اتقال عليها كذا مرة، يعني المبادئ الحقوق الدستورية، الدكتورة منى جميلة كان لها محاولة، منى لطفي كان لها محاولة، محمد البلدي كان له محاولة. وثيقة الحقوق، أهمية وثيقة الحقوق إنها يستمر العمل بها حتى في حالة تعطيل الدستور. لو تم إدراج الحق في الصحة في أي وثيقة حقوق، أنا عارف إنه في وثيقتين بيحاولوا يعملوهم، واحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واحدة للحقوق السياسية والفردية. لو تم إدراج الحق في الصحة في وثائق الحقوق ده يعتبر انتصار، حتى لو تم تعطيل الدستور يبقى يعني معروف إنه حق الصحة لن يتم المساس بها على الأقل على الورق في حالة عدم تعطيل الحقوق. بعد كده إضافة ما يتم رؤيته مناسبا لخدمة هذا الحق فيما يترتب من مناقشات مع أعضاء اللجنة التأسيسية. وشكرا. بنشكر زميلنا الشاب الواعد جدا دكتور محمد عبد المعز، وهو الحقيقه مش يعني انه بيقدم ده كله على انه يعني مساهمه بسيطه، وانه اصغر من انه يشارك في الموضوع. هو الحقيقه اوريدي شارك مشاركه مهمه وقيمه، وانا بيتهيألي ان على قد ما اعرف كده ان يعني مواضيع الخلاف والجدل اللي هتكون موجوده في الجمعيه التاسيسيه، ويمكن استاذنا الدكتور خيري عبدين كعضو في الجمعيه يعني يعلق على دون، او هو بصفته موجود هناك، مش هتبعد كتير ابدا عن النقط المتضمنه هنا. ومش عارف، انا حاسس كده يعني ان احنا قلوبنا يعني بتتجه كده لمستوى التفصيل اللي بتقدم بيه قضيه الصحه في الدستور البرازيلي مثلا، وحرص الناس اللي فيه على تضمين مواد تفصيليه جدا ما حدش يتخيل زي ما هو قال انها تكون موجوده في نص دستوري على مستوى العالم يعني. فهو نموذج مبهر ومميز، وبيتهيألي ان الظروف عندنا تشابه الظروف اللي اتحط فيها ده هناك بعد خبرات طويله في الفساد في بلادهم. فكتبت هذا الدستور ما يهمهمش ان هم يحاكوا دساتير العالم مختصره شيك، او انه يسيبوا تفاصيل كتيره ما يصحش في الدستور كوثيقه لازم تبقى شيك ومحندقه كده. لا، الدستور دوت اللي بيكتبوه بيبقوا ناس بيهتموا بمصلحه البلد دي وقلبهم وشايفين كاشفين تاريخها ومستقبلها، ويصاغ زي ما يصاغ ان شاء الله ياخد مجلد بس يقوم بوظيفته في حمايه لحم ودم الناس اللي انا مسؤول عنهم. انا بيتهيألي احنا بس كان في مفارقه ان احنا ابتدينا دقايق بقى قبل استاذنا الدكتور خيري عبد الدايم، وهو طبعا بصفته مش بس ناقدنا، كمان هو الممثل الوحيد تقريبا للمهنه في الجمعيه التاسيسيه يعني كتر كتير رسميا اقصد. فيمكن الدكتور خيري احنا نطلب منه يدينا فكره كده عن اجواء العمل في الجمعيه او كده، ويعني وتعليق بسيط على ما سمعوا النهارده. الدكاتره في معايا كبير في الجمعيه، انما هو بس المشكل فعلا هو درجه التفصيل اللي هياخد بها الدكتور. يعني انا شخصيا اتمنى ان يبقى في حق الصحه يذكر كموضوع بشيء من التفاصيل، وانا يعني معجب بالصياغه اللي كاتبها برضه مع يعني تعديلات بسيطه، انما لو نقدر ناخد دي او يعني حاجه زي انا ما اعرفش ازاي، لكن اذا احنا قلنا عاوزين تفصيل يعني كل حاجه بعمل تفصيل، مش بس الصحه، التعليم هيقول عاوز تفصيل، الحقوق الاجتماعيه الاخرى هتبقى عاوزه تفصيل. فانا اجد ده يعني من الصعب ان احنا ننفذه، من الصعب ان احنا ننفذه. فاحنا حاضر عاوزين الجزء يعني الموسع ده طبعا موجود. عاوزين كمان الاصعب بقى ان احنا نعمل صيغه قصيره يعني باراجراف واحد انما شامل كل الحقوق، بحيث ان يبقى
يعني بتقول جبنا كله في باراجراف. قدامنا هنا كذا مقترح، يعني كذا مقترح. انا مش عاوز بس يعني ممكن نفتح باب النقاش حول هو المنهجيه بتاعت شغلنا احنا، فدي تساعدنا شويه. ماشي، لو تسمحوا اتفضل. اولا بشكر وجودك في حد ذاته، دي كانت حاجه كويسه قوي. ربنا يكون في عونك، يعني شويه صحه كمان عندك كده. وانا بشكر الاخ ابن المعزي هيك يقول يفتح الحجاب، وحاسس انا بعد الغيبه طويله شويه مع اشباه ليله البارحه من 59 لغايه دلوقتي، لا زلت ان احنا بنتقدم كويس، ولكن ينقصنا معاه. ومن الناحيه المنهجيه الكلام النهارده اللي حضرتك قلته المهم ده، علشان نكتب كلام قصير لازم نتفق على كلام كبير. وبالتالي فده الميزه بتاعت ابو المعز والميزه بتاعت علاء والبحوث الاخرى. والظاهر ان احنا لازم نهضمها بس بسرعه بايام قليله، ونرجع لخطتك تاني باشياء تقترب من التلخيص ومن نقاط الخلاف اللي عاوزين نطرحها سوا. طيب انا بنبه لنقاط منهجيه خارج الكلام ده كله في الاطار. ده العالم بيتغير تغيير في الحق، في الصحه، الحق في الرعايه بيتغير، خاصه في الدول الرأسماليه ما بين ديناصورين. الديناصور الامريكي اللي عمال يشتم في الديناصور الغربي ويقول له يا ابن المصديه يا حبيبي يا ديمقراطيه يا بتوع الاشتراكيه، وان يدعوهم الى التخلي عن المكتسبات العظيمه اللي هم عملوها عبر العقود علشان يلجأوا الى السوق وبس. وبقى احب الفت نظر سيادتك ان انا غلاء مع هذا الموجود كمستشار وزير الصحه لمده سنتين في اثناء البدء اصلاح او يعني عمليه الاصلاح الصحي اللي كانوا بيعملوها، والتي تفرعت باليو اس ايد. واليو اس ايد مسك فينا كده وبعت لنا ميري باترسون الامريكيه الممرضه الامريكيه المتخصصه في اقتصادات الصحه والتي خربت بيت الاتحاد السوفيتي قبل ما تجيلنا، وحط قواعد بمقتضاها يتم الركون الى البيزك برايمري هيلث كير والنسف والتخلص من بقيه الجسم والتاج اللي بيشكل الهيراركي الصحي المصري بالمؤسسات العظيمه اللي بناها الشعب المصري عبر السنين، وخاصه تجربته العظيمه حول بدايات التامين الصحي. طلبونا ان نخلع ذلك ويقدمون لنا رعايه صحيه اساسيه. والحقيقه انها تجربه هامه ولكنها لم تكتمل ولم تصل حتى الى رعايه الشعب عند البيزك هيلث كير بما يكفي، واضاعت المستوى الوسيط اللي هو مراكز صحه الاسره فيها الثلاث تخصصات، وباعوا 600 مستشفى تكامل وطلبوا مننا ان احنا نبيع تاني. عاوزين ندرس التجربه دي ونقول لسنا مفتوحون الى التجربه الامريكيه الا بالسلم للتامل فيها. النقطه الثانيه ان الولايات المتحده الامريكيه في بالذات في ميو كلينيك وفي كايزر فاونديشن اللي هي نون بروفيت نون جفرمنتال داخلين في تجارب عظيمه جديده بتدعونا الى ان يصبح الطب من البيت الغير والطبيب للتمريض وواخد العيان على بعضه، وفي خدمات الانتجريتور ثم مكشوف فيها الاطباء على بعض والاطباء على المرضى من الناحيه الرقميه، وكل ده باجور متوفره. وان هذا هو الاتجاه القادم في الطب، لان الامريكان الحمد لله وصلوا 5 لوبيز للاطباء وللادويه وللمستهلكات والمواد الطبيه ولهيئه التامين الصحي وللمستشفيات، بيكلفوا 2.3 تريليون دولار في السنه، 16% من الناتج المحلي الاجمالي، يهدد ان يتحول الى 20% في وقت قريب ويكسر الاقتصاد الامريكي. وهم بيقولوا اوريدي خلاص ما نقدرش على الحكايه، وهم بيقدموا لناش. ناخد النموذج ده ازاي؟
عندنا وأؤكد إن مجموعة ضخمة من الأطباء والهيئات التمريضية والصيدلية وغيرها وعندنا مؤسسات. وأنا إذا كنت أختار أنا أخد ملكيتي في إيدي وأخلي الفلوس مع اللي يحب، بس الأول المؤسسات ما أقدرش أفرط فيها. هذه تجربة عظيمة هي الطريق إلى نتفرق الفلسفة. اذهبوا وتأملوا فيما يجب أن نتخلص منه من المساعدات الأجنبية وما نلجأ فيه إلى خبرائنا وندرس جيدا ونقدم المختصر المفيد. شكرا جزيلا استاذنا الدكتور عبد المنعم عبيد، هو كعهده دايما يعني من اكثر المهتمين بالسياسات الصحيه في مصر، وعنده مشروع الاصلاح والهيكله، وبيحذرنا دايما من النقط اللي هو شايفها خطر. نفتح دلوقتي يا ريت بس برضه استاذنا الدكتور خيري عبد المنعم تدينا فكره عن اجواء العمل في الجمعيه التاسيسيه او كده، ولا لسه ما تراكمش؟ هي الحقيقه الجمهور عاوزين يسمعوا سيادتك. وبعد كده إذا 5 لجان بالإضافة إلى لجنة الصياغة، يعني بعد ما تنتهي اللجان اللي عملها بتقدم فكرة زي مادة بتروح لجنة الصياغة بتعيد صياغتها في صورة قانونية دستورية مربوطة، وبعدين بترجع للجنة المختصة. 5 لجان 4 لجان منهم مخصصة لصياغة المواد الدستورية، الصياغة الأولية، الصياغة غير المتخصصة، لأن هم الناس مش متخصصين ما يعرفوا، يعني في منهم الناس من القانون الدستوري لكن دايليوتد في وسط ولجنة عشان تتلقى اقتراحات الجمهور زي هنا وتعرض منتجات اللجان ال4 على الجمهور وتتلقى الفيدباك. في لجنة للتواصل المجتمعي اسمها لجنة الاقتراحات والمحاورات، هي بتاخد اقتراحات من الجمهور وبتاخد من اللجان ال4 الثانية الصياغات الأولية وتعرضها على الناس، ومن خلال هذا يعني المفروض ان المجتمع كله يشارك في صياغة. اللجان ال4 اللي هي في صورة الدستور هي واحدة نظام الحكم والحقوق والواجبات والسلطات، يعني اللي هي النظام السياسي وما يتفرع منه. والرابعة اللي أنا أشرف إن أنا مقررها هي لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة. دي تشمل بقى البنك المركزي، الجهاز المركزي للتنظيم والمحاسبات، الرقابة الإدارية، كل NGOs دي هيئات مستقلة، المفوضية العامة للشفعة الانتخابات، المفوضية العامة لحقوق الإنسان، المفوضية العامة لحماية المستهلك، يعني الأجهزة سواء كانت جزء من الدولة أو جزء من المجتمع اللي هي بتعمل رقابة على المجتمع كله، وتشمل كمان الأجهزة الدينية، يعني الأزهر والكنائس ودورهم يعني دستوري في المجتمع، والجهات الاستشارية زي المجالس القومية المتخصصة. كل السبيكترم ده من الأجهزة المعاونة أو الأجهزة اللي بتقدم رقابة، تساعد الرقابة. بعض الأجهزة دي زي مثلا المجالس القومية المتخصصة جهاز مساعد لرئاسة الجمهورية، وبعض الأجهزة زي الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز مساعد لمجلس الشعب، وبعض الأجهزة مستقلة تماما وبتمارس مثلا المفوضية العامة للشفعة الانتخابات، يعني الاقتراح بدل اللجنة اللي عليها خلاف يبقى في مفوضية دائمة للشفعة وهكذا. دي اللجان بتجتمع المفروض الحد والاثنين والثلاث والاربع من كل اسبوع. الحد يعني حصل عليه خلاف شويه، فمش كل اللجان بتجتمع الحد. انا لجنتي انا بتجتمع الاثنين والثلاث والاربع. انا لجنتي انا من 11 ل2 يوم الاثنين والثلاث والاربع، وبعدين يوم الثلاث كل اسبوع في اجتماع لل100 عضو بقى الاجتماع كلها عشان تاخد منتجات اللجان دي وترى فيها ما ترى. ال100 عضو تقريبا حوالي منهم 90
أكثر موجودين، وفي 7 8 كده يعني مش بيحضروا، إنهم عاملين مصطفى وجابر عصفور، يعني مجموعة كده لا زالت إيه مترددة في إنها تنضم إلى السيربيا. إنما يعني 90% من الموجودين. وفي اللجان المتخصصة مفيش، أنا شخصيا في اللجنة اللي أنا فيها مفيش أي أثر لتوجه ديني أو عقائدي أو كده، لأنها في الحقيقة لجنة فنية شوية. يعني لما تناقش الجهاز المركزي للمحاسبات من الصعب إنك أنت تجد مدخل يخليك أنت مثلا إسلامي وواحد ثاني ليبرالي وكده. إنما يمكن بقى لجان نظام الحكم ولجان حقوق والواجبات وكده كلام يبقى أكثر في صبغة أو في يعني نقاش مبني على الفكر السياسي أو يعني دي لمحة عامة. المفروض إن احنا عندنا يعني ديدلاين، ما فيش ديدلاين معلن يعني، بس في ضمير كل الناس إن احنا لازم نخلص قبل آخر رمضان. رمضان يعني عشان يبقى صياغة نهائية يعني ولا صياغة نهائية قبل آخر رمضان؟ الصياغة دي هتعرض على الاستفتاء قبل 4 سبتمبر. قبل 4 سبتمبر. 4 سبتمبر تعرض على سبتمبر. 4 سبتمبر الحكم بتاع الحل وبعدين يخلصوا قبل رمضان هيخلص على يوم 20، يعني فاضل 10 ايام كده يبقى نقاش مجتمعي سريع قبل ما تعرض الاستفتاء. ده ان تم يعني قدرنا نخلص في المده الزمنيه. طبعا يعني زي تقول مشاكل كثيره، وفي كل جنب بل في كل جمله، ويمكن ساعات في كل كلمه بيبقى في مشكله. نرجو ان تساعدونا بان احنا نقدم اقتراحات او بدائل نعرضها على الناس، ونحاول ان احنا الصحة تخش في أي لجنة من اللجان دي. الصحة في لجنة الحقوق والواجبات دي جزء منها صح، لكن انت لما يعني الصحة اصلا مفهومها اوسع من مجرد ان تقديم الدكتور بيكشف على عيان. الحق في المعلومات، الحصول على المعلومات ما هو كاتب واحدة من الصياغات وهي صياغة جيدة بتاعت بكر، يعني يعتبر شرطا أساسيا لضمان تحقيق الخدمة الصحية الرقابة الشعبية الفعالة على الهياكل التنفيذية المختصة. من خلال بقى أنا أصلا عملت شوية تعديل الخدمة، هيئات من عموم المواطنين أو المنتفعين بالخدمة المنتخبة انتخابا حرا ونزيها. فالصحة تدخلت مع حق الشفافية والحصول على المعلومات، دي نقطة أساسية عشان الناس تقدر تشغل الرقابة. يعني الصحة تجدها ديفيوز، الجملة دي أو الباراجراف ده يمكن يكون في لجنة الحقوق والواجبات، لكن هتجد الصحة ريبركشنز أو ريزونيشنز في أجزاء كثيرة جدا من الدستور. وعشان كده استاذن حضرتك، هل ممكن تقول لنا الاركتكتشر بتاع الدستور هيبقى شكله ازاي؟ هيبقى متقسم ازاي؟ مقدمه وكذا؟ لا انت تقدر تبص على تسليم الكتاب بتاع الدساتير المصريه ده، يعني معهوش يقدر يجيبه من هيبقى نفس الشكل؟ لا احنا عندنا الدستور 23 الدستور مشروع الدستور 54 اللي هو كان مشروع مثلا 56 71 تعديلات على الدستور 71. وبعدين الدساتير الاجنبيه هي مبوبه الى حاجه السلطات، رئيس الجمهوريه، السلطه التنفيذيه، مجلس الشعب، مجلس الشورى، الحقوق المواطنه كده. يعني انت هتبقى مبوبه، مش هيبقى في باب للصحه، لا يعني باب للمواطنه. الحقوق الاجتماعيه طب العسل يعني احنا ممكن الباراجراف ده مش هو كل شيء، الباراجراف ده جزء من كل، ولازم يتبص للدستور